أيها المسلمون والمسلمات، مع الاستغفار الرزق المدرار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تقول امرأة في القصص الواقعي المعاصر إنها كانت في 30 من عمرها وعندها 5 أبناء وبنات، ومات زوجها في 30. قالت فأظلمت الدنيا في عينها وأصابها من الهم والغم والحزن والكدر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فليس لهم عائل بعد الله إلا هذا الزوج وقد توفي، وأبناؤها صغار وليس لهم دخل مالي يكفيهم، وهم في بيت هذا البيت هو الوحيد يسكنون فيه. فأتى عليها إلى درجة اليأس والإحباط والكدر والكآبة. قالوا في أثناء ما أنا في هذا الغم والبكاء والهم والحزن وأفتح صوت المذياع الراديو، وإذا بأحد العلماء يروي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قالت فلزمت الاستغفار وأخذت تستغفر ليلا ونهارا وقائمة وقاعدة وعلى جنبها، إلى درجة أن أبنائها الصغار لما رأوا كثرة الاستغفار تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله أخذوا يستغفرون. قالوا وبعد وقت ما مضى إلا 6 أشهر أو 5 أشهر وإذا بمشروع يأتي على أملاك لهم قديمة فيعوضون بملايين، ويأتي ابنها الأول في المدرسة وتفتح أمامهم أبواب الرزق وأبواب الخير من هذا المردود ومن هذه النجابة في الأبناء، وتقول والله ما أعول ذلك ولا أرد ذلك إلا لكثرة الاستغفار. قالت هذا الاستغفار صار ديدنا لي وصار على طرف لساني وصرت أقوله بلا شعور، وصار لا يفارقني حتى حين وأنا في النوم أقول وأنا أستغفر. فهذا هو البوابة العظمى الاستغفار، لأن مع الاستغفار رزق المدرار، الخير العميم، الأمطار مع الاستغفار، صلاح الأبناء مع الاستغفار، الذرية. حتى من أصيب بعقم عند كثير من العلماء يستغفر كثيرا بإذن الواحد الأحد الله يرزقه ذرية طيبة. مع الاستغفار الأمن، حتى يقول سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مع الاستغفار المتاع الحسن، يمتعكم، استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ومع الاستغفار القوة، قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة في السمع، قوة في البصر، قوة في الذكاء، قوة في الجسم. هذا هو الاستغفار. فأمر الاستغفار عجيب.